اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسيش تحط لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. فيديو النهارده بقى فيديو حلو كده ان شاء الله. نعمل مع بعض قرصتين خدتوا بالكم؟ هنعمل مع بعض قرصتين بالعجوه. حاجه حلوه كده بقى في الساعه اللي احنا فيها دي. يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا ونشوف مقاديرنا. معايا 3/4 كيلو من الدقيق، او مش مكملين والله 3/4 كمان. معايا معلقتين كبار من السكر، رشة ملح، كوباية من اللبن، وكوباية من السمنة زي ما انتم شايفين. الاول هنحط معلقة خميرة كبيرة كده عليها السكر والملح وكوباية مية دافية. هقلبهم تقليبة حلوة الاول زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبها على جنب تختمر. تمام كده. ايوه زي ما انتم شايفين كده. سيبناها بقى تختمر معانا. بقى العجوه بتاعتنا كانت جامده شويه ومعرفتش اقطعها بالسكينه يا جماعه. قمت جايبه لكم المبشره بقى، وقمت مشغله دماغي وبشراها. ما هو بقول لك الصر، وانا اتصرفت جبت المبشره وبشرتها. معايا بقى شويه من السمنه كده في الحله، وقمت نازله عليها. اول ما ساحت مني بدات ان انا اكورها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنا بقى كنت بكورها زي ما انتم شايفين معايا. هنا بقى بدأنا ان احنا هنعجن العجينة بتاعتنا بعد ما عملنا الحشوة. معايا بقى زي ما قلت لكم الدقيق بتاعي عليه كيس بيكنج باودر. هنزل بقى بكوباية السمنة دي الاول، سمنة. وهفركهم كويس، يعني هبسها اهو. حرام شوية من الزيت. هبدأ بقى ان انا ابسها بايدي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهنا بقى الخميرة بتاعتي بعد ما اختمرت وسبتها شوية تختمر في السكر والملح بتاعها، وشوية مية دافين كمان. هنا بقى انا اتبسيت العجين بتاعي. هنزل بقى بالخليط بتاع ده واقلبه كويس زي ما انتم شايفين. وهعجن بلبن برضك، معايا لبن دافي. هحطه تدريجيا كده او تدريجيا، متاخدوش بالكم في الكلام. لما العجين بتاعي يحتاج نحط حبة حبة. ومعنا الخل برضك، حطينا معلقة خل صغيرة كده زي ما احنا متفقين مع بعض ان احنا بنحط الخل في المعجنات بتاعتنا. خلاص العجينة بتاعتي بقى بدأت ان هي تتلم معايا هانت وبقت كويسة. فضلت اعجن فيها شوية حلوين. هسيبها بقى تختمر على جنب. هنا بقى بعد ما اختمرت كورتها زي ما انتم شايفين برضك، ما شاء الله عملت معايا كمية حلوة. آه، زي ما انتم شايفين بقى الحشوة حطيتها كده، وبدأت ان انا افرد في العجينة بتاعتي. جبت الصاج بتاع او الصينية ودهنتها رشة زيت خفيفة. بدأت ان انا اعجن كده. ان شاء الله كان طعمها جميل والله. يبقى الف هنا يا رب الكل اللي اكل منها.
هنا بقى كنت بعمل لها فتحتين من جوه من بره كده علشان تستوي من جوه كويس. وشكل كمان حلو. بقى خلصت اول صينيه جيت بقى على الصينيه التانية زي ما انتم شايفين معايا. أك 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 دي بقى كانت اخر كميه معايا. وهنطلع بقى نعملهم على السطح في الفرن فوق وهتشوفوهم برضو هما بيتخبزوا. خلصنا بقى الكميه بتاعتنا، بدأنا ان احنا نعمل فتحتين كده زي ما قلت لكم. هنعملها خليط حاجه بسيطه كده. ندهنها على الوش معلقه سكر في شويه ميه دافيين ونقلبهم كويس وندهن وشها قبل ما تخش الفرن. او لو عندك عسل، معلقه عسل زي ما انا هعمل كده. اعلهم شويه ميه سخنين كده وهقلبهم كويس. العسل بتاعي كان تقيل جدا في الميه، ما كانش راضي يدوب، وده دليل يا جماعه على ان العسل نضيفه حاجه كويسه يعني. امال اللي بيتحط في ميه وتلاقيه في ساعتها ده يبقى عسل مش نظيف. بدأت بقى ان انا ادهن وشها كده بالفرشه زي ما انتم شايفين عشان تدينا حمار وطعم جميل برضك اهو. هعمل برضك الصينيه التانية بنفس النظام. هنا بقى خلصنا الكمية بتاعتنا وطلعنا عند الفرن زي ما انتوا شايفين. دخلتها بقى الفرن وهتشوفوها كمان وهي بتستوي. ما شاء الله كانت جميلة وبتقب في الفرن اهو. شايفين بقى الشكل ما شاء الله تبارك الله. والله كان طعمها جميل جدا وكانت طرية وما فيهاش ولا غلطة يعني. ام اشركت اللي عاملاها يا جماعة، مش ماما المرة دي. بألف انا يا رب على الاكل منها. شايفين بقى ما شاء الله كانت بتقب ازاي. ما شاء الله لونها كان جميل. اتمنى من الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شايفين بقى القرص من فوق ومن تحت لونها
كان ما شاء الله جميل. ودي مش حريق، ده الحشوة اللي فيها. اتمنى وصفاتنا تعجبكم وتطلع منها مستفادين ولو بحاجة بسيطة وتجربوها. حبايب قلبي بنحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتنا. اشوف وشكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.